في هذا الملتقى، وأعبر عن سعادتي الكبيرة بوجودي بينكم في هذه المدينة المناضلة الجميلة وفي هذا الملتقى العلمي والفكري المهم. سأحدثكم باختصار شديد عن النضال الذي خاضه الشعراء الجزائريون الذين عاشوا في تونس ونشروا أشعارهم في صحفها ومجلاتها ولدى دور نشرها، وذلك خلال نصف قرن تقريبا، وتحديدا من سنة 11 و900 وألف إلى سنة استقلال الجزائر أي سنة 62 و900 وألف. وبما أن هذا الملتقى يلتئم في إطار إحياء الذكرى 80 لمجازر ستيف وجالما وخراطة في 8 ماي 45، فإنني أرى من الواجب أن أترحم وإياكم على أرواح شهداء الجزائر المجاهدة كافة، وعلى أرواح شهداء الأمة العربية والإسلامية، وبالذات شهداء غزة وسائر فلسطين. وأشير إلى أنه بمناسبة الذكرى الخامسة لمجازر ستيف كتب أحد شعراء الجزائر قصيدة بعنوان ذكرى 8 ماي بالجزائر، هكذا عنوانها، نشرتها له جريدة الصريح التونسية في 12 من ماي سنة 50. وقد ارتأى هذا الشاعر أن يتخفى تحت اسم مستعار الدال هو أفق الجزائر، وبين قوسين السهاء، إذا سمى نفسه أفق الجزائر وكذلك السهاء. ولا شك أن عدم كشفه عن اسمه الحقيقي قد كان بسبب خشيته من انتقام الفرنسي المحتل. وإجلالا لأرواح الشهداء أستسمحكم في أن أقرأ من هذه القصيدة أبياتا قليلة. يقول: هل تشعرون بما أحس وأشعر، أو تذكرون اليوم ما أنا ذاكر؟ ثم: هل تذكرون مصاب ماي، إنه لا خطب قط أجل منه وأخطر. مهما أتانا يوم ماي عمنا أسف وطاف بنا أسى لا يحصر. يوم له في كل قلب لوعة، راح الزمان بذكره يتعثر. قوم سقوا أوطانهم بدم لهم، ذاك العبير كأنما هو عنبر. لما رأوا أن الحياة وإن حلت عرض، وأن المجد فيها الجوهر، وهبوا النفوس إلى الممات، وخلفوا هذا الوجود لجاحد لا يشعر. لا تحسبوهم ميتين، وإنما هم في الجنان حياتهم لا تنكر. مستبشرين بمن تخلف بعدهم، لا خوف يلحقه ولا يتحسر. إلى آخره من أبيات هذه القصيدة الجميلة المعبرة. أيتها السيدات أيها السادة، جئت لأتحدث عن بعض ملامح صفحة مهمة من صفحات النضال الجزائري التونسي المشترك والنضال المغاربي المشترك في سبيل التحرر والاستقلال والوحدة والكرامة والتقدم. وهو نضال أدبي ثقافي فكري كان ضروريا لدعم النضال السياسي والكفاح المسلح، بل لإطلاق شرارتهما والاستنهاض الهمم ونشر الوعي والتعبير عن تعلق نخب المغرب العربي ومواطنيه كافة بالحرية والانعتاق والكرامة والتقدم والوحدة. ولم يكن الأدباء والشعراء الجزائريون أثناء إقامتهم بتونس إقامة قصيرة أو طويلة بمعزل عن زملائهم التونسيين، وإنما كانوا جزءا لا يتجزأ من المجتمع التونسي ومن البيئة السياسية والثقافية والأدبية والصحفية التي عرفتها تونس خلال الفترة المذكورة، وكانوا شديد التفاعل والتآزر مع زملائهم التونسيين. ولولا ضيق الوقت لقرأت لكم ما كتبه شعراء الجزائر في سنوات متتالية عن أبي القاسم الشابي لإحياء لذكرى وفاته، وكان بالنسبة إليهم شاعرا عظيما وقد تأثروا به، كما أنه هو أيضا قد تأثر ببعضهم تأثرا واضحا، وهذا ما لا يقال أو ما لا يعرف. كان أغلب هؤلاء الأدباء والشعراء من الذين وفدوا على تونس للدراسة في جامع الزيتونة، وخاصة في إطار البعثات الميزانية من بنزام التي بدأت منذ أوائل القرن العشرين، ثم في إطار البعثات المتتالية التي أطلقها وشجعها الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد الحركة الإصلاحية الجزائرية المتولد سنة 40 و900 ألف، والذي كان هو نفسه قد درس بالزيتونة من سنة 98 و900 ألف
إلى سنتي 12 و900 ألف. وقد استقر هؤلاء الشعراء المتخرجون في الزيتونة بتونس لمدد قصيرة أو طويلة، واستمرت مثل هذه الإقامة إلى أوائل استقلال الجزائر سنة 62. فمن هم هؤلاء الشعراء؟ إننا نستفيد من التعرف على هؤلاء الشعراء من دراسات عديدة، في مقدمتها ما نشره الدكتور محمد صالح الجابري رحمه الله عن الأدب الجزائري في تونس. هذا باحث كبير يستحق منكم ومنا كل التكريم وكل الإعزاز، وهو كتب على الأقل الأدب الجزائري في تونس، وفي جزئين يشتملان على ما يزيد على 700 صفحة، وصدر هذا الكتاب سنة 91. وكتب كتابا صدر في الجزائر بعنوان التواصل الثقافي بين الجزائر وتونس عن دار الحكمة سنة 7 و2000. وكتب عن النشاط العلمي والفكري للمهاجرين الجزائري بتونس من سنة 1900 إلى سنة 62 و900 ألف، وهذا صدر بتونس سنة 83. وقد أحصينا من خلال دراسات المرحوم الجابري ومن غيرها ما يزيد على 50 شاعرا توزعوا على مختلفات الفترات، بداية من أواخر العقد الأول من القرن العشرين إلى سنة الاستقلال. أنا أحب أن أقرأ عليكم هذه القائمة، لعلها تذكركم بشيء ولعلها تستفزكم بالبحث عن هؤلاء، لأن كثيرا منهم فيما أظن لم يحظوا بالدراسة ولم يحظوا بالعناية. نبدأ أولا هو عمر بن قدوم. هذا أول من أوائل الذين جاءوا إلى تونس، وبدأ في الكتابة بتونس سنة 11 و900 ألف، وكان صحفيا كبيرا ومفكرا وكان شاعرا. ثم أبو اليقظان وهو إبراهيم بالحاج عيسى، مرة إبراهيم بالحاج عيسى ومرة يضري بأبي اليقظان. ثم الشاعر الكبير الذي كان يلقب أحيانا بأمير شعراء الجزائر محمد العيد آل خليفة. ثم محمد السعيد الزاهري وهذا الشاعر كبير أيضا. ثم رمضان حمود أو رمضان حمود بن سليمان، وهذا مات صغيرا في حدود 20 سنة، ولو أتيح له أن يعيش أكثر لكان شاعرا في قامة الشاب، ومع ذلك فهو شاعر كبير وكان مجايلا للشاب. ومهدي زكريا بطبيعة الحال، وهو قد برز منذ الثلاثينات، وهو شاعر المغرب العربي هكذا كان يلقب، وهو شاعر العروبة، وهو شاعر الثورة، وهو من هو، ولكن أغلب حياته كانت في تونس، وله فتوحات كبيرة في تونس. وحمزة بوكوش ومحمد الأحمر السايحي الذي تشرفت بمعرفته شخصيا، وهو من شعراء الأربعينات، وكان شاعرا كبيرا وكتب مرثيات في الشاب عظيمة جدا. محمد العيد الجباري هذا شخصية كبيرة، ما زلنا فيه. محمد العيد الجباري هذا كان من مؤسسي الحزب الحر الدستوري التونسي الذي أسسه الشيخ عبد العزيز ثعالبي الذي هو جزائري الأصل. ثم لما انفصل بورقيبة أو أخذ الحزب بورقيبة سنة 34، هو أيضا كان مع جماعة بورقيبة وكان مناضلا عظيما وكان شاعرا كبيرا. هذا محمد العريبي، عبد الله الشريط وهو معروف جدا، عبد الحميد الشافعي، صالح خلفي وهو معروف جدا، أبو العيد دودو، صالح خباشة وهو من شعراء الثورة، صالح عبد الله، أحمد توفيق البدني بطبيعة الحال، الأمين العمودي وقد ذكر بالأمس. ثم هناك شعراء كانوا أقل إنتاجا ممن ذكرنا، محمد مبارك تلميذ الزيتوني هكذا يسمى، محمد الصالح التبسي، الشريف بن عبد الحفيظ البسكري، عبد الله بن مبروك الطولقي، علي بن محمد بن عمارة، زموشي سعيد بن محمد الصالفي، محمد الشريف بن أبي رزق الستيفي، سعيد بن محمد بن العبيدي أكونيني هكذا اسمه، الحسناوي دبة، محمد بن محبوب، محمد خير الدين البسكري، محمد صديق بن عريوة، الطيب بن الهاشمي، محمد دويدة أو بن دويدة، محمد بولي بينا، أحمد الغواني الميلي، محمد اللقاني السايح، مكي جنيدي بن أحمد الجزائري، أبو بكر مصطفى بن محمود، مصطفى محمود التبسي الجزائري، عبد الرشيد مصفاي، محمد العيد حب علي، أحمد الغزالي، ابن بابا صالح، صالح أبو عمر الجزائري، ابن محمد بكير، محمد صالح باوية، عيسى بن سليمان، عبد السابق الصوتيني، خراشي أو خراشي الحسيني،
واحد عين أو ربما علي الزركشي، عيسى بن سليمان الجزائري إلى آخره. إذا هؤلاء من الشعراء الجزائريين الذين عاشوا في تونس وكتبوا في تونس ونشروا في تونس. ما هي أهم ملامح البيئة التونسية التي عاش فيها هؤلاء الجزائريون الشعراء الجزائريون وكانت مؤثرة في شعرهم؟ من الناحية السياسية البيئة العامة هي بيئة مناهضة للاستعمار الفرنسي الجاثم على صدر تونس والجزائر والمغرب. تأسس أول حزب في تونس سنة 20 وأسسه عبد العزيز عالبي. سنة 34 يعني بورقيبة انشئنا أخذ هذا الحزب عبد العزيز عالبي وجدده وطوره وأصبح يسمى الحزب الدستوري الجديد. ثم في هذه البيئة السياسية الناهضة وجد الشعراء الجزائريون بيئة مناسبة. من الناحية الثقافية والعلمية كان جامع الزيتونة هو قطب الرحال في المجال الثقافي في تمجيد جامع الزيتونة وعلمائه ورثاء من مات من علمائه إلى غير ذلك، مثل الشيخ محمد النخلي وكان عالما كبيرا وتوفي 26 و32. ولها أيضا نشاط أدبي، إذا اهتموا بالشاب عند وفاته وكتبوا في شيء. من الناحية الصحفية كانت هناك عودة قوية للصحافة بتونس بعد المنع الذي تم للصحف التونسية من سنة 11/1000 إلى سنة 20. إذا بعد 20 كان هنالك انفتاح كبير وهناك ازدهار كبير للصحافة، ووجد الجزائريون في ذلك مجالا كبيرا للكتابة، بل إن كثيرا منهم كان عاملا ومحررا في هذه الجرائد. بالإضافة إلى هذا كان هنالك أفكار جمعية العلماء المسلمين الجزائرية التي أسسها الشيخ باديس، وأغلب البعثات إلى جامع الزيتونة هي بعثات من جمعية العلماء المسلمين. إذا أنا سأنهي السيد الرئيس. يعني ماذا أقول؟ الشيخ باديس كما تعلمون قد قاوم لا اله الا الله، وقد دافع الشيخ باديس عن الهويه العربيه في الجزائر، وقاوم الجهل والبدع والطرق الصوفيه، كما قاوم التجنيس ودافع عن اللغه العربيه وحد الشعب الجزائري. ونجد اصداء كل هذا لدى شعراء الجزائر في المهجر التونسي. وعموما فقد اهتم الشعراء الجزائريون في المهجر التونسي كاغلب زملائهم التونسيين خريجي الزيتونه اساسا وربما حصرا بقضايا حريه الوطن واستقلاله وبالدفاع عن هويته المغاربية العربية الإسلامية، وبوحدة شعبه وتخليصه من الجهل والتخلف والشعوذة والأمية والفرقة. وعندما دلعت الثورة المسلحة أصبح هذا الشعر في خدمتها ومعبرا عنها. إذا هذه فكرة عامة عن هؤلاء الشعراء الجزائريين، ولا أريد أن أثقل على السيد الرئيس ولا أن أستأثر بأكثر بوقت أطول. وعلى كل حال هذا الشعر جدير بالمزيد من العناية، وهؤلاء الشعراء جديرون بالعناية. وأنهي ببيت لمفتي زكريا منشور في ديوانه اللهيب المقدس، لكنه كتب قبل كفر الأولى قالوا الشمال ثلاثة. الشمال أي الشمال الإفريقي، وكان هناك حزب هو حزب نجد شمال إفريقيا. ودعوا إذلاله بالنار، نصبوا العيسية على الحدود سفاهة، وسعوا إلى توزيعه لفرار. والمغرب الجبار شعب واحد، ملء العروق دم العروبة جاري، إلى آخره والسلام عليكم.